بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن جهود الأمراء الأيوبيين بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي في وحدة الدولة الأيوبية. تدل حوادث التاريخ على أن عوامل الضعف بدأت تدب في الدولة الأيوبية بعد وفاة مؤسسها وسلطانها الأول صلاح الدين، فتحولت جهود خلفائه من بعده إلى كسب انتصارات محلية ينتزعون بها بعض الإمارات أو البلاد أو القرى من منافسيهم من الأمراء الأيوبيين. وبهذا انفرد العقد الذي نجح صلاح الدين بجهوده المتواصلة في نظمه حول رعايته، وتفككت وحدة الدولة التي جاهد حتى جعل علمها يرفرف في قوة وثبات على ربوع الجزيرة العراقية والشام ومصر واليمن والحجاز. وقد استطاع بعض الأمراء الأيوبيين أن يجمع غالبية الصفوف ويوحد معظم القوى في هذه الدولة، ونعني بهذا البعض الملك العادل سيف الدين وابنه الملك الكامل. لكن الوسائل التي استخدمت لتحقيق هذه الوحدة في عصريهما لم تكن جميعا خالية من المآخذ، فلكي يستطيع العادل توحيد القوى تحت رايته هو عمد إلى إذكاء نار الفتنة بين الإخوة الثلاثة: العزيز صاحب مصر، الأفضل صاحب دمشق، الظاهر صاحب حلب، وهم أولاد أخيه صلاح الدين، حتى يتمكن من استغلال الاضطراب والقلق لتحقيق مطمعه. ولكي يتمكن الكامل من تجميع الصفوف حول عرشه، اضطر في بعض المناسبات إلى مواجهة جميع الأمراء الأيوبيين الذين اتحدوا ضده ليحدوا من جبروته. كما تحالف في مناسبة أخرى مع فريدريك ملك فرنجة وسلمه بيت المقدس عام 626 هجريا دون قتال، حتى يستطيع التفرغ لحصار دمشق وطرد الملك الناصر الأيوبي منها وضمها إلى منطقة نفوذه. وبهذا لا يمكن أن نقول أن عصر هذين السلطانين العادل والكامل كان في صبغته العامة امتدادا لعصري نور الدين وصلاح الدين، اللذين جاهدا لتحقيق وحدة هدفها المصلحة العامة لا المطامع الشخصية، ووسيلتها تأييد الرأي العام، لا التحالف مع الفرنجة أو إثارة الفتن والاضطرابات. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.